بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا في الفيديو اللي فات شرحت لك التلنت، وقلت لك الأول انترو كده يعني ايه ريموت اكسس، وبعد كده شرحنا التلنت ووريتك فضيحة التلنت. انا بالنسبة لي دي اسمها فضيحة التلنت. وريتك ان انا لو معايا تول بسيطة جدا، بسيطة، ولا بقى كالي لينكس ولا سايبر سكيورتي ولا هاكينج ولا اي حاجة، دي تول يعني ليجل جدا، شرعية. قدرت اجيب اليوزر نيم، وقدرت اجيب الباسورد، وقدرت اجيب انت كتبت ايه على السويتش ده. يا راجل ده انا عرفت اسم السويتش بتاعك، ان انت مش مسميه حاجه ومسميه سويتش، وشفت الكوماند بتاعك، وشفت كل حاجه معموله هنا. يا لهوي! طب وانا هفضل كده؟ خد بالك دي مصيبه. يعني انا لو مثلا لو شبكه بنك، وحد جاب واير شارك كده قاعد مستني يسحب ال70 جنيه بتوعه، وراح فتح الواير شارك وشاف كل ده، دي مصيبه سودة. تمام. هنا بقى يجي دور مين؟ الاس اس اتش بقى. هنا يجي دور الاس اس اتش، الموست كومن يوزد. احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا بنستخدم اس اس اتش. احنا عايشين على الاس اس اتش، بنتنفس اس اس اتش. ما اشوفكش تكتب تلنت، ما ينفعش. انت لو بعد كل اللي وريتهولك ده وتلنت، انت انت جاي تهزر بجد بقى، انت كده مهندس على ما تفرج. تمام. تعالى كده نشوف الاس اس اتش بيتكلم في ايه وبيقول ايه. تعالى نفعل الديفايس بتاعنا الجميل ونفعل ده كمان. ال SSH جاي من اسمه secure shell. شيل كده، تانل بتتفتح ما بينك وما بين السويتش او ما بين السويتشين وبعض. secured، كل حاجة جوه متشفرة. مش تلنت اي بي نكتب يلا نخش، لا، كل حاجة بنظام. وانا هوريك النظام ده بيجي منين بقى. سويتشين اب، تمام. تعالى هنا. قلنا اول حاجة في حياتك تعملها هي انك تدي باسورد للانيبل. انيبل سيكريت، حتى لو مش هتخش انيبل طول عمرك، بس لازم تحط باسورد على الانيبل. سيسكو. تمام. وتعالى كده ندي يوزر نيم، إيه، احمد مثلا. بريفليج 15. سيكريت 1 2 3. تمام. طيب، احنا عشان نفعل التلنت قلنا ايه؟ قلنا لاين في تي واي من 0 ل 4، وفهمنا يعني ايه لاين في تي واي. كتبنا ترانسبورت انبوت تلنت، صح؟ وفعلنا التلنت على كده. لا، الاس اس اتش مش كده. الاس اس اتش مش كده. الاس اس اتش بيقول لك يا باشا انا راجل سكيور، انا راجل ليا بشفر الداتا. طب ماشي، هتشفر الداتا ازاي؟ بشفر الداتا، فانت لازم عشان اعرف اشفر لك الداتا بتاعتك تدي يوزر نيم، تدي هوست نيم للجهاز اللي انا عليه. ليه؟ هقول لك ليه. خلينا وراك. يا عم الاس اس اتش حاضر، ادي الهوست نيم، هسميه سويتش 1. ماشي، عاوز ايه تاني؟ تاني حاجه، اعمل لي اي بي دومين نيم. اعمل لي دومين نيم. ايوه، ليه عايز دومين نيم؟ ليه؟ هقول لك. لما تعمل لي دومين نيم وانا عندي هوست نيم اسم فريد من نوعه مع الدومين نيم، هيطلع عندك فولي كواليفايد دومين نيم. فولي كواليفايد دومين نيم، اسم فريد من نوعه، مش هيتكرر. هستعمله ان انا هجنريت بيه مفتاح للتشفير. المفتاح ده مش هيتكرر خالص، فالشفرة عمرها ما هتتفك. الشفرة في النص عمرها ما تتفك. طب هتعمل كده ازاي؟ بص يا سيدي. اي بي دومين نيم تيست دوت لوكال. بص يا سيدي، كل الشبكة بتاعتي هتبقى نفس الدومين نيم. اتفقنا؟ اتفقنا. بس كلهم مش هيبقوا نفس الكي. ليه؟ لان كل واحد فيهم ليه هوست نيم مختلف. فانا لما اجي جنريت كي، ايه ده وانت بتجنريت كي؟ اه، السويتش بيجنريت كي. ازاي؟ هقول لك.
كريبتو كي، مفتاح الانكريبشن. جينيريت ار اس اي مودولس 2048. انا عشان اشرح لك السطر ده مودولس 2048 ده محتاجين 3 ايام. اكتبها كده، اكتبها كده، لان كريبتو كي جينيريت انا بقول له انا عاوز كي نوعه ار اس اي، حجمه 2048، في احجام اعلى من 2048، في 4096، وفي سويتشات حجمها مش 2048، تبقى 1024 بس. تمام. انتر. هيقول لك حاضر، انا هجنريت لك كي بحجم 2048 بت. بص بص اقرا كده. the name of the keys will be switch 1 test.local. الكي بتاعك هيتضرب في الخلاط مع سويتش 1 test.local. نفعل اي بي اس اس اتش فيرجن 2. الفرق ما بين فيرجن 1 وفيرجن 2 حاجات بسيطة. انهانسمنت في السكيورتي، انهانسمنت في الجنريشن بتاع الار اس اي كي. في العموم احنا بنستخدم فيرجن 2. يلا بقى نفعل الاس اس اتش. شفت انا كل ده عشان افعل الاس اس اتش، مش يلا لاين في تي واي من 0 ل 4 ترانسبورت انبوت تيلنت. لا لا، ده مش احنا بنهزرش. الاس اس اتش ليه قواعد، ليه اسس يتبني عليها. اول حاجه تديني هوست نيم. تاني حاجه، لا، اول حاجه لازم يكون في يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم وباسورد دول لازم سواء كنت تلنت او اس اس اتش، يبقى ده كومون. تعالى بقى على الاس اس اتش، لازم يكون في هوست نيم، لازم يكون في دومين نيم، لازم يكون في كريبت ار اس اي كي عشان اجنريت الكي. لازم تدي الكوماند ده للسويتش عشان يضرب كل ده في الخلاط يطلع لك كي التشفير. بعد كده تقول له ترانسبورت انبوت اس اس اتش. لو انت عاوز تفعل التلنت والاس اس اتش بتكتب ترانسبورت انبوت اول. اول دي عايده على التلنت والاس اس اتش. بس لو احنا بعد ما وريتك التلنت وفضحته عاوز تكتب تلنت تاني، اقسم بالله تبقى بتهزر. يعني مش عارف اقول لك ايه. بقول لك انا معايا اداه يعني اداه شرعيه جدا. ده في حاجات على الكالي لينكس فظيعه. عرفت اشوف كل حاجه انت بتكتبها. احنا هنكتب اس اس اتش كده. احنا فعلنا الاس اس اتش على سويتش رقم 1. تعالى على سويتش رقم 2. يلا نفعل الاس اس اتش. اول حاجه، حتى لو السويتش بتاعنا حوت سمك لازم نعمل باسورد على الانيبل. enable secret 1 2 3. ماشي. يوزر نيم علي، privilege 15، وسيكريت 1 2 3. تمام. يلا نهيئ البيئة للاس اس اتش. الاس اس اتش ده باشا، كل حاجة تتهيأ له عشان يقدر يخش اس اس اتش، عشان يخش يسكيور، لان هو اسمه سكيور تشيل. تمام. تمام. اول حاجة هنغير هوست نيم سويتش 2. انا عايز اوريك حاجة بس بسيطة، معلش استحمل غبائي. لو احنا ما كناش غيرنا الهوست نيم ده كان اسمه ايه؟ سويتش. طب ده كان اسمه ايه؟ سويتش. صح. عرفت بقى ان انا لازم يكون عندي، يعني لو ده اي بي دومين نيم زي ما اتفقنا، تاني حاجة تيست دوت لوكال، احنا كلنا في نفس الدومين، يبقى ده كان هيبقى اسمه ايه؟ سويتش دوت تيست دوت لوكال، اللي هو ده. صح. وده كان هيبقى اسمه لو ما كنتش غيرت اسمه، كان هيبقى اسمه سويتش تيست دوت لوكال. احنا جايين نهزر؟ يعني ده سويتش دوت تيست دوت لوكال وده سويتش دوت تيست دوت لوكال وتقول لي سكيور؟ ده قبل اي كلام كده انا عندي دبليكيت في الكي، الكيز فيها دبليكيشن، هسكيور ايه؟ عرفت بقى انه لازم تغير وتعمل هوست نيم. فهمت الفكرة؟ طيب احنا كده عملنا هوست نيم، عملنا اي بي دومين نيم. يلا نجنريت الكي، يعني يلا اضرب ده في ده
طلع لي كي في الخلاط، كريبتو كي جنريت ار اس اي موديولس 2048، يعني بحجم 2048 بت. طيب قال لك ايه؟ تمام تمام، وراح فين اهو؟ سويتش تو دوت تيست دوت لوكال. يلا نفعل اي، هو كده كده اوريدي متفعل. هو فين اهو اس اتش 1 بوينت ده 99، بس احنا هنقول له اي بي اس اس اتش فيرجن 2 تأكيدا يعني مش اكتر. اتفعل الاس اس اتش؟ لا ما اتفعلش. اللاين في تي واي من 0 ل 4 ترانسبورت انبوت اس اس اتش. في حاجة احنا نسينا نكتبها هنا، لوجن لوكال. استخدم في حالة لوجن ال SSH اللوكال داتابيز. احنا عايزين نكتبها هنا عشان ما ننساهاش. تعالى هنا ترانسبورت انبوت، هنا قلنا SSH، او ممكن نكتب all لو عايزين نفعل التلنت وال SSH. هنا هقول له لوجن لوكال. تمام تمام. نفس فكرة التلنت، ان لازم يكون في اي بي. انا هتلنت على ايه؟ مفيش حاجة اسمها SSH switch 1، في حاجة اسمها SSH IP switch 1. مفيش حاجة اسمها تلنت سويتش 3، في حاجة اسمها تلنت اي بي سويتش 3. احنا عندنا بنترجم العناوين اي بيهات. تمام تمام. اتفقنا. انترفيس فيلان واحد، اي بي ادرس 10 10 10 1، وادي السبنت ماسك بتاعتها. عايز اقولك ان احنا هناخد كتير قوي في الفيلانز، لان انا هشرح لك فيلانز لما تشرب الفيلانز. انا مش هسيبك والله. بعد كده هنقول له نو شت داون، ونيجي هنا انترفيس فيلان واحد، اي بي ادرس 10 10. لازم يكون في نفس الرينج يعني. بالمنطق ده ميك سنس كده بعقلك، يعني احنا في شبكة واحدة، يبقى لازم نكون رينج الاي بيات واحد يعني، فاهم؟ اوكي. نو شت داون، اكزit، وهنا اكزit. تمام. تعالى نحفظ الكلام ده، فنكتب هنا end رايت قصدي، نحفظ، وهنا رايت. بص يا سيدي بقى، في عمنا التلنت كنا بنكتب تلنت الاي بي، هنا ما بنكتبش كده. هنا كل حاجه بقول لك باشا، الاس اس اتش ده باشا، بتكتب ايه؟ تعمل تكتب اس اس اتش داش ال، يعني لوجن. هتلوجن بيوزر نيم. هنا اليوزر نيم اللي هنا كان اسمه ايه؟ احمد، صح؟ يبقى اس اس اتش داش لوجن بيوزر نيم احمد. الاي بي بتاعه كام؟ 10 10 10 1. يا باشا ده باشا، مش تلنت نكتب الاي بي. ده برنس، ده نجم. هيأخر شوية ليه؟ الار اس اي الكي تقيل شوية. بنهيئ التانل، بنهيئ التانل كده، كنس الطريق وشفر الطريق. الباسورد بتاعك هنا 1 1 2 3. معلش ثواني، 1 2 3. دخلت على سويتش واحد. دايما خد بالك هتلاقي الاس اس اتش تحس انه تقيل شويه، مش زي التلنت. يعني بص انا بدوس انتر ليه؟ التانل يا باشا ده مقوم لك تانل وبشفر وبهاش والدنيا مش سهل كده. هو من الاخر هو عامل ايه؟ بص، هو عمل كده، عمل كده، عمل تانل هنا كده، تانل هنا كده، وشفرها، شفرها هنا كده. يعني شفر كل ده. كل ده انت مش شايف. لو انا واقف هنا او واقف هنا، انا مش شايف حاجه، انا شايف ضباب. تعال اوريك على الواير شارك. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا يا عم. تعال، تعال اوريك على الواير شارك ده ولا التلنت. هنخش على انترفيس اي 0 على الاتنين. هقول له يا عم السويتش دي مش سويتش بورت،
دي انترفيس لاير 3 انترفيس، هديها اي بي ادرس دي اتش سي بي. لو مش عارف النتورك ده، دي كلاود زيرو، دي البريدج، ده الراوتر بتاع بيتي. اتفرج على البينت لاب والسيت اب بتاع النتورك انترفيسز في الفي ام نتورك. تمام، في الفي ام ورك ستيشن. تعالى على سويتش واحد اهو. لا مش دي، التابة دي خدت اي بي 1.21. تعالى نيجي هنا، نشيل كل ده، نبدأ بسم الله continue without saving، ونيجي هنا ايه، ني اس اس اتش. شيل كل ده. سيشن ده موبا اكسترن. تمام، عايز تستخدم البات استخدمه، عايز تستخدم سكيور سي ار تي استخدم، عاوز تستخدم تيرا تيرم استخدم. انا بحب استخدم موبا اكسترن 192 168 1.21. مش هي 1.21؟ ثواني بقى، ايوه تمام. لوج از بمين؟ احنا قلنا باحمد، والباسورد كان 1 2 3. انا دخلت على السويتش، شو رن. انا كده دخلت على السويتش زي ما كنت داخل على التلنت يا عمي. شو فيلان. تمام، يلا نشوف الواير شارك بتاعنا اخباره ايه. ده الواير شارك بتاعنا، مفيش حاجه. اس اس اتش اهو. احنا دخلنا على مين؟ على 21، انا 101، وده السويتش صح. تعالى كده نشوف اس اس اتش بروتوكول. نكليك يمين هنا، فولو تي سي بي ستريم. مفيش اي حاجه. شايف اي حاجه؟ انت مش شايف اي حاجه. انت دخلت اس اس اتش على سيسكو صح؟ هتلاقي اي حاجه بقى، يلا. مش زي ده. ده, ده جاب لي كل حاجه. ده جاب لي احمد، والباسورد اهو، وانا كتبت ايه، واسم السويتش ايه، وكان كاتب، كان ناقص يكتب رقم بطاقتي وعنواني في بني سويق الدنيا. بص قال كل حاجه، كاتب كل حاجه هنا. وريني بقى هنا تعمل ايه. شفت؟ ده الفرق ما بين الاس اس اتش وما بين التلنت يا راجل. بقى يعني قدامك العظمه دي. انت لو الكلام ده تفهمه لما تكون شغال في شبكه، ويقول لك لو حرف طلع بره انت تتحبس. والله في ناس ممكن تتحبس عشان طلع رقم فيلان. لو قال بس بي سي الاتش ار في فيلان رقم 10، والله ممكن يتسجن لو الحاجه دي حساسه قوي. بنك مركزي، بنك كبير زي البنوك اللي موجوده، حاجه تبع الجهات السياديه. ح... انت فاهمني يا راجل؟ ده هنا انا لو عامل اي كونفيجريشن هنا، لو عامل اي كونفيجريشن هنا هروح في داهية. انت فاهمني؟ ده انا كويس، ده كويس كويس ان احنا عاملين سكيور للانيبل، انيبل سيكريت. لو كنت عامل انيبل باسورد عادي، كان جاب لي كمان الباسورد بتاع الانيبل هنا. ده وراني كونفيجريشن السويتش ال الانترفيس. انت متخيل؟ بص ده. شفت بقى الفرق ما بين التلنت، التلنت والاس اس اتش؟ الباشا بتاعنا ده اسمه الباشا، ده الباشا. تمام، نراجع تاني. ده اهم حاجة في الاس اس اتش، ان انت اول حاجة تعملها تغير اسم السويتش. لا انا اسف اهو، تغير اسم السويتش. تاني حاجة تعمل دومين نيم، اي بي دومين نيم، كلنا في نفس الدومين عشان نجنريت كي. بيضرب الهوست نيم في الكي يطلع لي، بيضرب الهوست نيم في الدومين نيم يطلع لي كي ار اس اي، يطلع لي فولي كواليفايد دومين نيم فريد من نوعه. نقدر نجنريت بيه كي عشان نقدر نشفر التانل اللي هنا دي ومحدش يشوف حاجة. نقدر نشفر كل ده ومحدش يشوف حاجة، عشان الحاجة بتاعتنا تظهر كده، ما تظهرش زي عم التلنت كل حاجة باينة. وشوفنا ازاي عشان ابدأ اتلنت لازم تكتب اهو، تكتب اس اس اتش داش ال، اليوزر نيم والاي بي،
عشان ت اس اس اتش على حاجة تاني. اس اس اتش داش ال دي يعني لوجن باليوزر نيم اللي اسمه احمد، الاي بي ادرس كان اسمه اهو، وبعدين تكتب الباسورد تخش على السويتش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا فهمتوا الفرق ما بين التلنت والاس اس اتش، ويا رب اكون كويس في الشرح او على الاقل بعرف اشرح. انا كل ده بس بحاول ابسط المعلومة ليكوا، والله اكني بكلم نفسي. وزي ما نفتكر الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. شكرا ليك، شوفك في الفيديو الجاي، وذاكر كويس وربنا معاك. السلام عليكم.